ما معنى هذه العلامات التي نراها دائما في آيات القرآن الكريم؟ هذه العلامات تسمى علامات الوقف. العلامة الأولى معنى هي علامة الوقف اللازم، يلزمك أن تقف عند الكلمة التي تجد عليها هذا الشكل، الميم الصغيرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر: فتول عنهم، تجد ميم صغيرة، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، لأنك إذا وصلت يختلف المعنى تماما. العلامة الثانية علامة الوقف الممنوع، لا تقف، لأنك إذا وقفت يختلف المعنى، مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم، إلى آخر الآيات. إذا وقفت على وإياكم يختلف المعنى تماما، لذلك تجد عليها علامة الوقف الممنوع. العلامة الثالثة علامة الوقف الجائز، يجوز أن تقف عند هذا الموضع الذي تجد فيه هذا الشكل، حرف الجيم، مثل قوله تعالى في آخر سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تجد حرف الجيم، إن الله كان عليما حكيما. وإذا وصلت لا بأس. رابع هذه العلامات علامة صلة، يعني يجوز أن تقف لكن لو وصل أو لا، مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، تجد علامة صلة. وإن قلت فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير، هذا أولى. خامس هذه العلامات علامة قلة، يجوز الوصل لكن الوقف أولى، كقول تعالى في سورة الكهف: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم، يجوز الوصل لكن الوقف أولى، ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم. آخر هذه العلامات هي علامة التعانق، وهي تفيد أنك إذا وقفت على أحدهما فلا تقف على الآخر، كقول تعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تجدون هذه العلامة مرتين، لن تجدها مرة واحدة، لا، دائما متكررة مرتين. فإذا وقفت على الأولى لا تقف على الثانية، مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو تقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تقف على أحدهم.